بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ببساطة. النهارده هنتكلم عن في ناس كتير بتتلخبط بين صلاة الفجر وسنة الفجر وصلاة الصبح وصلاة الضحى، يعني بيدخلوهم كده في بعض لدرجة إن هو مبيبقاش عارف إيه الفرق بين ده وبين ده وبين ده. فنقول إن صلاة الفجر هي نفسها تسمى بصلاة الصبح، وهي الصلاة المفروضة على المسلمين اللي هي ركعتين. سنة الفجر دي تبقى نافلة سنة مستحبة، ركعتان تؤدى قبل صلاة الفجر، اسمها سنة الفجر. ودي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحرص عنها عليها، وكان بيقول ان هي افضل من الدنيا وما فيها. يعني صلاة الضحى دي صلاة بتصلى ركعتين او زيادة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ساعات يصليها ركعتين او 4 او 6 او 8، ما بعد طبعا الشروق الى ما قبل الظهر بربع ساعة او ما الى ذلك. ووقت صلاة الفجر بينتهي طبعا بشروق الشمس اللي هي الفرض. وينبغي على الإنسان أن يكون حريصا طبعا وياخد بكل الأسباب أن هو يصلي الفجر، دي الصلاة الفرض، يظبط المنبه ويظبط حاله على هذا الأساس، وياخد بكل الأسباب. ولو هو ظبط المنبه وعزم على قيام لصلاة الفجر، لكن يعني لم يعني يوفقه الحق سبحانه وتعالى لذلك، أول ما يقوم يصليها، ودي تبقى كفارته وأكنه صلاها بالظبط، ولا إثم عليه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها فذلك كفارته. لكن تعمد ان انت تستيقظ بعد شروق الشمس وان انت تصلي بقى بتسميها انت صلاة الصبح ايا كان بتصليها، ده حرام طبعا ومن الكبائر، اللي هو تعمد انك انت تترك الصلاة. ده الفارق ما بين صلاة الضحى، صلاة الفجر، صلاة الصبح، سنة الفجر، في عجالة. يعني أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك رب وأتوب إليك. السلام عليكم.